فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تعالى بحربا إن لبا كلمة قابا عن مشان عن لو ذاقو ضدك الدعوانايا إيميل الجوان إيميل والجوان سيدا درت إن شاء الله تعالى بحربا إن كجوابه مسألة وحتى كور وكجدي ميديا من شيئاً إنه أسوي متقنا إن شاء الله تعالى أو جواب أيو مسألة دينية أو كسر أبصان زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها مسألة مشروع دين تغبطيت هاي إن لقى أمصا يسمى شجرني سيادرت المحاربة نكاسنا مغشن لقى بعد كيس أبان مغلط دونتان أو حرم ما ديدا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إن لا نبي قبر هذا الصوت بغضه سيدا درتيد waxaan rabaa noqdooyinkiisa hadalkiisa inaan kelimo soo qabto noqdada ugu horeysa wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam ma banaano qabrigiisa in la soo ziyaarto oo loo qasdo qabri nabiga kaleey salaatu wasalaam qabriga rasuulka la ziyaarto waa sunna laakiin waxaan sunna ahayn in ayada loo qasdo loo safro oo safarkaagi uu ahaado niyadaadii ay tahay kaali qabriga rasuulka kaleey salaatu wasalaam soo ziyaaro kaliya imaam nawawi rahimahullah ta'ala ya taas naga filan naga kaafinaay in nabi qabrigiisa loo ziyaaro karo lana booqo karo min baciid laga imaan karo loo aadi karo loo safri karo loo qasdi karo ayuu noo tilmaamay kitaabkiisa leeyahay al-idah ayuu aad iyo aad ugu hadlay imaam nawawi rahimahullah ta'ala al-idah limanasik al-hajj iyo majmuuc intaba إمام النووي والله رحمه الله تعالى إمام النووي مركب يضحك الله يقول إذا انصرف الحجاج حجاجته حتى كسوق الدومان والمعتمرون من مكة فليتوجهوا هوسو جستان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته نبي عردي سبوغ شديد يكون صوب بوغنا يا قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها من أعظم الغربات وحيابها إلى من أهم الغربات ويابا إلهي لو دواادو كان أقوم من بدنا كمتو سيارة قبر النبي وأنجح المساعي ويابا الله صعود كان أقول اللي بنت بدن أقول فائدة بدن أي كمتو وإمام النووي رحمه الله تعالى إن قبر النبي الله صوت زيارته ويابا أوفي عن أي كمتو سيدنا سوك لو حكي الكتاب كيسة مجموعة أنا يصلح عبارة اسم المدى واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم الغربات وأنجح المساعي فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التغرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه سيدا درت هذا الإمام نووي أدي ونوعدي إن صوب وخر النبي قبره عليه الصلاة والسلام بل إن لو صفر كرو والله صدال كرو أو الرد الأتكي كرو شد الرحال للسمي كرو ساسو كلنا إمام كويناء ومالك القاضي عياض سياسو كلا وصني يروحوا له وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المرسلين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها زيارة قبر النبي وسنه كان أنبياء الجديسين كمدين وأنا واحد لسكوا فغي فضل ديرادنا له كتاب كيس الشفاء أيوكسو قوري إمام كويناء سبكي حنربا إمام كويناء القاضي عياض تعصبوا عنه قد بيها لما صنايو زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحوري نكاس مغلط دونتان عد كيس أماد مغشان الثواب ولسوق غافور قبر النبي لزيارته ثواب كانوا وحور أنه لا يسافر إن الله صفر هذا ثواب كيون بل عكس ذلك هو كاس أو شيء عكس يسوي سيدا ثواب كانوا وحوية هاي والدليل هايستا ابن تيمية أو حديث يعود لشان لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ما الله صفر كذا عبادهم لو آذي كره سيد هذا المسجد هاي المجرد سيد هذا المسجد مركا قبرك مجرى مركا إن قبرك كل جسال هذا لما أقول إسلام إمام النووي رحمه الله تعالى أيام مسألة أسكال الله كتاب كيس اللي له هو الله صحيح مسلم كشرحيس أيام إمام النووي الله واختلف العلماء في شد الرحال والأعمال المادية إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال
شيخ الجويني من أصحابنا هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا والإمام النووي. أصحابتين أكثر وحاد صحيح كوها، وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يكره، أنه لا يحرم ولا يكره، إن الله كان وسحرام مسلمين هي الصحيح أقول. قالوا والمدح حيدانول، والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثة، إلى هذه الثلاثة خاصة. مساجدنا سدح الآن، ومسجد الحرام إيه، مسجد المدينة إيه، مسجد الأقصى، فضيلة ديرات كلا أيها كسوان أي كسوان تان أي معلوم معها إن أيضا الزيارة كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدا درت الإمام النووي وإشاري إن سحرانهن وبل أن لكان السنة تاي. سيدا رسول ابن حجر العسقلاني أجا سنة فتح الباري والله يحوري، واختلف في شد الرحال إلى غيرها إلى المساجد الثلاثة كالذهاب إلى زيارة صالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لغسل التبرك بها والصلاة. فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وضائفة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. صحيح أساسك عدي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأنا صومر نقاد عياض إنه الصنة وكترناي تاسنا waxaan u gudbaynaa sawaabka oo tilmaamay in la soo fikir inay tahay Imam Nawawi ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala cilmiga iyo xadiiska fiqhiga iyo xadiiska labadaba darajada ugu sareeya ka joogeen ee kan loo cadeeyay Imam Subkini saas oo aad u cadeeyo kitaabkiisa leeyahay Shifaa al-Saqam ayuu aad u hadlay. Mas'alada saddexaad wuxuu daliishtay xadiiska la tushadu rihaal ila 3 masaajid. حديث كاس أي وحود دليشتي إن الله صفر كريم قبر النبي عليه الصلاة والسلام. حديث كاس متصنية قبر النبي وهمية سد حاس وحن هين إن الله صفر كريم وفضل تعمل الرادين أي حديث قال إيه كما للملك اللي لا ذكره تا وحكوا تسنية وقت الدلب العلم صفرايا وحن لنا ما بنان قف صفرايا أو أصعد عافمات ما بنان ما لنا قف صفرايا أو أصعد زيارة الوالدين ما بنانا حديثك دي ما لنا سيادرت وحنا تسي حديثك فضيلة تامدا إن لو لجيدو سدح مساجد وحي كسوار أن للدين إمام السبكي وحولي ولا شك أن شد الرحال إلى عرف إن لررته لغضاء النسك قدشيس واجبه بإجماع المسلمين، وليس من المساجد الثلاثة. سدح مساجد كمان ما هو إمام السبكي إن عرف الله هذا ولا كبح حسنتها حرم كواركي حرم كبح حسنتها والله صفر باورة لغتها شرعي ونمد ديده بل واجب وحي كمتها من أركان الحج كمتها إلا الرتب. مع ذلك المساجد سدح لأنك من معنوه سياسة الحور ضنيري وشد الرحل للطلب العلمي إلى أي مكان كان جائز بإجماع المسلمين، وقد يكون مستحبا أو واجبا على الكفاية أو فرض عين، وكذا السفر إلى الجهاد ومن بلاد الكفر إلى الدار الإسلامي للهجرة وإقامة الدين، وكذلك السفر لزيارة الوالدين وبرهما وزيارة الإخوان والصالحين، وكذلك السفر للتجارة وغيرها من الأغراض المباحة. قفكو إنه أسفروا عافماد أوادو إنه أسفروا والدين أسفروا أسمى فلايو ولا ليس الإخوان إنه آذايو إنه أسفروا قناعسي إيه وحياب إيه إنه جهاد أسفروا أو جهاد الصعود النبي تبوكو آذي سير الأقياي سدح لي مساجدنا ماهين النبي قدام بيكون عميلين يا سدح لي مساجد ما تبوك وأنا أسفر النبي عليه الصلاة والسلام سير الأقياي تبوكو إنه أسفري جهاد أسفري. مع ذلك وأنا واجبها جهاد سيدا درت حديثكم ما تصنع سدح راس ميلود مساجد وحين لو مسافر كرو وحو قال حديثكم فضيلة تامة وحا لغا لها سدح المساجد سدح المساجد فضيلة تامة هذا اللي راهدينايو ميلان لما ادي كرو تلماميا تاسنا وحنا تصنع نسديدا وانا تصنع مسألة نسديدا ابن حجر العسقلاني أصلا آد وهالله مسألة داس أيوه إمام ابن حجر العسقلاني أيوه آد وهالله وحور ابن حجر العسقلاني وأما قصد المساجد وأما قصد غير المساجد مساجد غير كذا لا قصده لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في هذا نهي القلب
إن لا سفره زيارة صالح أو قريب أو طالب علم أو تجارة نعس أو نزهة دلحس إن لا سفره ولا يدخل في النهي نهي مقلا من حج أصلاني رحمه الله تعالى بل وحوت الماء من حج أصلاني وحكى الله بس حديث كانوا قالوا فيها الله مركز وحولي أحاديث كلا صار رتي النبي وكوغيلي حديث إمام أحمد أولي حديث كان دروس كمده أو من حديث أبي سعود الخدري أيو النبي يقول ده ما بنان إن لا سفر لا الرحل لا تكشد شد الرحل إلى مسجد تبتغى فيه صلاة اهتماما إذا الصلاة لا صعب أو مسجد كان عبادة كهلا أجر كرسائل الليل لا سفر ما بنانه إلا سد حزم سيد مان حديث كان صاغة من حديث سلام وعوري فيبدل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف قبر النبي إلا باغض الله سو زيارته قف الديدي هذا الكيس حكم بري حديث كاس يا بري هي وغيره من قبور الصالحين تاسن waxaan ugu gudbaynaa noqday saddexaad xadiiska soo dilisteen oo ninkaas soo qaatay mas'alada afaraadna wuxuu yiri wax xadiis ku soo aroora male waxa ku soo aroorna kullu wuxuu yiri waa daciif bal waa mawduuc أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام قبر يسين لسوء زيارته أجري بدنا تلمام يساجرته لكن لما أنت وضعيف بل قاركد وموضوع وببين قاركد مدنا الصحيح حسن كمان marka day saasi ma qaadan karno أحاديث soo aroortay ziyaarada qabri nabi taasna waxaan leenahay أحاديث soo aroortay badanta qabri nabi in la soo booqdo khusuuskeeda way badan tahay waxaan ka hadlaynaa magad qaar kamida oo culimadu taxsiiniyeen wuxuu yiri marka ninkaas oo radinaya mas'alada ziyaarada qabri nabi wax ku soo arooray oo saxiix ma jiraan wax xasan ma jiraan bal kulluha daciifatu inta si fogaado wuxuu yiri kulluha mawduucat waa mawduuc taas waxa radinaya أحاديث قاركوت طريق ابن عمر حديث عبد الله بن عمر من زار قبري وجبت له شفاعتي حديث كاس وحكى لي إمام سك وعوري حديث كان دروغ ديسة مو آدو صالة كفة قال عور وبذلك تبين أن أغلى الدرجات هذا الحديث أن يكون حسنا واو إنه حسن نغضب إنه زعاد قل له مرمو في دعوة صحتي حديث هدل ورلق قليل حسن أو يرو درجة أتذكره مركز عوري من إمام سبكي فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا النوع يزيدها قوة زيادة قوة وغدر تغيب بذلك إلى درجة حسن أو صحيح وسبكي كتاب كيس الشفاء والسقام أيوة مركز كلها سياسة لو حتى تحسيننا حديث كان إمام كويناي إمام السيودي كتاب كيس مناهل الصفا في تخريج أحاديث الصفا وحوليه له ضروغ وشواهد حسنه الذهبي لأجلها إمام الذهبي أيات شواهد استرتت حديثك حسن ودهي مقى إمام الذهبي حسن وكدهي وحاك له حسن كدهي إمام السبكي وحاك له كدهي السيودي وحاك له كدهي الشيخ ويناي حافظك ويناي سخاوي في المقاصد الحسنة سيدة درت هذا حديثك سياسة وحسن كنوضي حديثك لنوي جران ونفسد هذا متغانا إمام السبكي أو شيء إمامك ويناي إمام السيود وسوقرنا حديث أبي هريرة كمذا من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني وكفى بها وكفي بها أمر الدنيا وآخرتي وكنت له شهيدا أو شفيعا حديث كاس نفس دي سنة إمامك ويناي وحوليه سيودي وللحديث شواهد حديث الشواهد ولا الإمام السيودي توسع في إيرادها الحافظ السيودي أكو حال هذه شواهد ديس مركا ويبليهن أحاديث كسو أرورتين لكن وحاول الله يعني إن أن تصيدتك أمام مسلمين أن الدرنسية وح حسنكم الجيران بل هو موضوع سلام مسألة موضوعة وحكاها الله شيخ الذي يجري الإمام المناوي فيدو قديرك مقول شرحيس كان لا يحوري وقال السبكي حسن أو صحيح حديث ابن عمر وقال الذهبي دروغه كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض وبالجملة فقول ابن تيمية موضوع غير صواب هذا ابن تيمية أو موضوع حديث كواي وغير صوابه
ساس الإمام المنوي